تخليش الناس تقصقص جناحاتك وترجع تزعل علشان مش عارف تطير. صدق نفسك لانك جميل وقوي وتقدر تعمل اي حاجة لو بس قررت. طالما انت ماشي في طريقك هتلاقي نفسك وهتكتشف كنزك. اوعى تحاول تقلل من نفسك وانت فاهم ان ده تواضع. التواضع انك تكون عارف قيمة نفسك كويس بس ما بتحاولش تستعرضها على الناس طول الوقت. انا مش هقولك كلام تنمية بشرية علشان دي مش شغلتي، ومش هقولك انت تقدر تزق الحيطة دي لو عايز. اصل حتى لو تقدر هتزق الحيطة ليه؟ هتستفيد ايه يعني؟ ما نكبر كده ونعقل يا جماعة. لكن انا هقولك معلومة مش جديدة، جايز لما تفكر فيها تاني تعيد تقييمك لنفسك. ربنا لما خلقك خلق جسمك من طين الارض، لكن خلق روحك من نفخة الهية من روح الله. جسمك يمكن يكون محدود لانه من الارض المحدودة، لكن روحك مش ممكن ابدا تكون محدودة لانها من روح ربنا. الفرق بين إمكانيات الروح وإمكانيات الجسد فرق هائل، زي الفرق كده بين موبايل ما فيهوش نت وموبايل فيه نت. الأولاني بيديك شوية عمليات مش قليلة صحيح لكن محدودة، لكن التاني تقدر تعمل بيه حاجات كتير. وانا مش بشبه طبعا، انت فهمت المثال اكيد. ما تحبسش روحك العظيمة دي في ازازة وترجع تشتكي انك مش عارف تحقق حاجة. لما تصدق الكلام ده كل الدنيا هتصدقك.